عيد أضحى مبارك وكل سنة وانتوا طيبين. النهاردة كنت معزوم عند ماما وبابا وأكلوني أحلى طبق مشويات ممكن تتخيلوه. هنتفرج النهاردة مع بعض على أحلى طريقة للشوي، واللي عايز التتبيلة بتاعتهم هسيب لكم لينك الفيديو في آخر الفيديو. بدأنا بقى في أول حاجة نشوي كده اللحمة المشوية بتاعتنا الجميلة دي، تمام، ونقلبها كده على الشواية واحدة واحدة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا شكلها لازم توصل للون الحلو ده. وبدأنا هنا بقى نسيخ الكباب. طبعا في ناس كتير تقول هو في كباب بيتعمل في البيت. الكباب هنا بنجيب قطعية اللحمة البتلو، ونبتدي ان احنا نتبلها بتتبيلة اللي هقولكوا عليها في الاخر، ونبتدي ان احنا نعمل مع بعض كده نسيخه ونحطه مع بعض على الشواية على نار هادية خالص، ونبتدي نقلب فيه واحدة واحدة كده علشان يستوي على مهله. من اكتر الحاجات اللي ممكن تاخد سوا شوية معانا النهاردة هي الكباب، وعشان احنا في العيد فطبعا لازم الريش الضاني تظهر. والنهاردة قررنا ان احنا نشوي الريش الضاني على الفحم زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. الريش الضاني دي من اكتر الحاجات اللي بتحسسني وبتخليني مبسوط جدا 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 بالعيد. نقلناها كمان على الشواية التانية عشان تستوي اسرع. طبعا هي انتوا مش متخيلين بتطلع كمية دخان زي ما انتوا شايفين كده، ولازم توصل معانا للون اللي احنا هنشوفه مع بعض. هي طبعا فيها شوية دهون بس طعمهم ايه، زبدة بجد. من الحاجات اللي انا بحبها جدا 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 هي الريش الضاني دي، في الشوي بتبقى في حتة تانية خالص. تعالوا بقى نطمن على الكباب اللي نقلناها الشواية التانية، وتعالوا بقى اوريكوا احلى حاجة في اليوم النهاردة. الطرب النهاردة كان في حتة تانية خالص. ماما مجهزة الطرب كده ومتبلاه من قبلها بيوم، حط عليه كده بقى المنديل، وبابا بدأ يشوي فيه زي ما انتوا شايفين. بصوا لونه وشكله عامل ازاي، بجد من الحاجات اللي طلعت النهاردة في قمة الجمال. حاجة عظمة عظمة عظمة. بصوا منظره عامل ازاي. ولسه بقى هنحط عليه العيش دلوقتي وهنشوف. يلا بينا بقى نسيخ الكفتة في السياخ بتاعتنا. بدأنا نسيخ الكفتة هنا، نحطها كده في السيخ ونخليها كلها على بعضيها كده من الأول للآخر. السيخ كله يكون فيه ايه، كفتة. ما كل الكفتة هتقع ولا في حاجة، التتبيلة مهمة جدا وهتشوفوا كل حاجة. وننزل بيها بقى على الشواية بتاعتنا، وأحلى ريحة بدأت تطلع بقى. وبصوا الجيران النهاردة كانوا بيتفرجوا علينا من البلكونة. بجد الموضوع النهاردة كان رهيب. بصوا بقى الكفتة بدأت تطلع كده، كل صباع بدأ يبقى لوحده. ننزل بقى بشوية فلفل على الشواية، وبعدين نحط بقى العيش فوق الطرب. انا عايز شوية العيش دول ياخدوا كده شكل كده وريحة الطرب كده والدهون بتاعة الطرب. بصوا لما قلبناه، بصوا شكل الطرب كده مع العيش. العيش بدأ يبقى متحمص. ودي بقى السفرة بتاعتنا، شوية شيبسي مع شوية طحينة وشوية بابا غنوج، معاهم كمان شوية سلطة. وده الطبق العظيم بتاعنا، فيه ريش ضاني وفيه كباب وفيه كفتة وفيه لحمة كده الروسبيف، وفي بقى شوية طرب بقى. يعني حاجة مش عايز اقولكوا. بجد كل سنة وانتم طيبين، واحلى عيد عليكم، وكل الامة الاسلامية بخير، وكل حد نفسه في حاجة يحققها. وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.